الشبك صنع في مصر في 887 هجرية ووضع في 888. شو مكتوب هنا؟ أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قايتباي 888 1483 هجرية. نبي ندخل داخل الحجرة وشوف الواقع من الداخل. خلها تجي هنا، جيبها هنا من الأمام، خلها تجي هنا، جيبها هنا. شوف الحقيقة من داخل، يمكن أول مرة تشوفون الصور هذه داخل الحجرة النبوية من الداخل. بفتح الباب هذا يسمى باب السيدة فاطمة رضي الله عنها. نبي ندخل من الداخل شوف الحقيقة الآن، لأنه كثر الكذب والدجل بالإنترنت والجوالات صور بأنه هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ودجال يطلع يقول لك هو خادم الحجرة. لا يوجد خادم الحجرة إلا الرئاسة، شؤون الحرمين. حنشاهد الآن الوضع من الداخل، شوف الحقيقة الآن. ينفتح الباب، شوف لما فتح الباب شوف الواقع، وصور من الداخل. دخلنا مثلك مثل اي رئيس دوله اذا اراد الدخول من الداخل، واحنا كموظفين ندخل عمليه التنظيف من الداخل. الى ان دخلنا ايش تشاهد امامك؟ بلاط رخامي قديم من عهد الملك فيصل رحمه الله، محراب يسمى محراب فاطمه رضي الله عنها، خلفه موجود صندوق او سرير فاطمه رضي الله عنها. حنشاهد وما هو سر هذا السرير. نبي ندخل من هنا، نبي ندخل من هنا، حنتجه نشوف المواجهه الشريفه، الروضه خلف الشبكه هذا. احنا متجهين من هنا ثم ندخل مع الباب ثم نيجي للمواجهه. شوفوا الان، ها انفتح الباب، شايفين؟ اللي بيصور يصور يا اخوان، هذه اشياء يمكن اول مره تشوفها، واللي بيصور يصور. شوف دخلنا من هنا، وضحت؟ لاحظ ايش تشوف قدامك؟ ستاره خضراء صح ولا لا؟ مغطاه بالجدار هذا. الجدار هذا اللي هو هذا شايفينه؟ هذا جدار بناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، مغلق مصمت ليس له باب، ارتفاعه 6 أمتار ونصف من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل مشابه لحجارة الكعبة المشرفة. وضحت؟ لاحظ موجود هنا صندوق، هذا يسمى صندوق الصندل. هذا احنا وقت تنظيف من الداخل نحرك يمين ويسار، لكن مدخلينه وغطينه بالستاره. هذا كان يطيب فيه من طيب الصندل من الداخل. حنتجه للمواجهه الشريفه. شوف الحقيقه، شوف الان، شوف الان. الستاره جددها الملك فهد عام 1406 هجريه الى وقتنا الحاضر، القديمه كانت من عهد الملك عبد العزيز 1370. شوف هذه المواجهه الشريفه، انت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل. وضحت؟ ايش تشوف قدامك؟ لاحظ، شوف الستاره هنا، الدائره الاولى، الدائره الثانيه، الدائره الثالثه، صح؟ اللي يجي بالمواجهه ويناظر من الداخل يجد الدوائر ظنا منه انه هذا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا ابو بكر، هذا عمر رضي الله عنه. يقول لك انا شفت قبر الرسول. يا اخي العزيز، هذه الدائره محاذاه للوجه النبوي الشريف هنا، والثاني محاذاه لابو بكر رضي الله عنه، والثالثه محاذاه لوجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حنشاهد الان سرير فاطمه وشوف ما هو سر هذا السرير او الصندوق. شوف الواقع، وهذه الحقيقه من الداخل. يعني انت ما تشوف شيء، انت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل مثل المدرسه. هل معناه اذا دخلت حوش المدرسه اني دخلت فصول الاداره؟ هذه نفس الطريقه. هذا شوف، هذا سرير فاطمه رضي الله عنه، وهذا كانت توضع فيه المجوهرات والهدايا التي تاتي من بعض السلاطين والحكام العثمانيين. مع اخر حكام العثمانيين عمر فخري باشا اخذ جميع المحتويات بالقطار الى تركيا وتعرض بالمتحف في تركيا. هذا خلف المحراب اللي شاهدناه. حنعيدها الان من جديد، نعيدها من جديد، اللي ما شاف يشوف. الى الوقت الحالي موجود. ها وين موقع